تعرف يا سيد؟ قول. جورج بوش رئيس امريكا. جورج بوش. لما كان رئيس امريكا. كان صاحبي. صاحبك انت؟ ما العادي. كنت كل شهر بروح له زياره، نروح نتونس مع بعض ونشرب الشاي. تروح امريكا؟ وفي رحله من الرحلات يا سيد وانا راكب الطياره. ايوه تمام. وحصل خلل كده في الطياره، عدم توازن يعني. تمام. الطياره اشتغلت ترعش كده، والناس اشتغلت تصوت وتصرخ. تمام. وجات المضيفه معديه. بقول لها في، قالت لي جناح الطياره اتكسر. جناح الطياره؟ جناح الطياره. بقول لها جناح الطياره اتكسر. بس هذا سيد جيت مطلع اصبعي كده مكان الجناح، وكملنا الرحله عادي. صباعك؟ صباعي ده عادي. وكملنا الرحله. ايوه. وانا ونازل كده في المطار قابلت الواد جورج بوش. تمام. ايوه صاحبي. ايوه. واحنا وماشيين انا وهو في الشارع، الناس بتسال مين اللي ماشي مع ابو سلام ده؟ ما العاده. تحتك تحتك. ابو حازم، عزومه فين دي؟ عندك محمود وخميس ومحمد وابو سلام. ابو سلام لا، خلاص ما قالوش ابو سلام انت. خلاص ماشي. حاضر ماشي ابوي. مع ابو حازم سلام. بتكلم مين؟ بتكلم مين؟ بكلم ابو حازم. وعزومتي دي؟ يا راجل عزومتي يا راجل، ده بيقول ليمونه، عايز ليمونه بلا عزومه. انا سامع دورك بتقول محمد وابو دهم وحسين ومش عارف ايه كله يجي ما عدا ابو سلام. انا سامع. بقول لك بيقول ليمونه عزومتي يا راجل، ما فيش عزايم. يعني مش عزومه يا سيد؟ مش عزومه ويا راجل اوعى. ماشي. طب تصدق اني اروح وراك واشوفك فين رايح. السلام عليكم. ايه الاخبار يا عمين؟ اسكت يا اسلام، ضغط لي على ابو يجري في الدنيا بس سمع كلمه عزومه. سيد يا سيد، سيد معزوم، سيد معزوم، سيد معزوم على اول يمين. ارمح كمل رمح، كمل رمح. عزومة مين ومش عارف. السلام عليكم. السلام عليكم. جاي براح. ايه ده؟ ايه اللي جابه ده؟ ملوحة عشان اقول لك ليمونه تقول لي عزومه. عند القولون انا. مع وش يا ابوي عند القولون. اقعد. انا صدقت يعني مع الابوزه. يا عبد ناصر، يا عبد ناصر. ايه يا حاج دواي؟ ما تعرفش دكتور عظام كويس؟ ليه كده؟ كتفي اتخلع يا عبد ناصر. ايه اللي حصل؟ رحت زي ما تقول شرق السكه الحديد، هنا لقيت فيه ونش بيرفع محول كهرباء. تمام. هو الونش بيرفع، عمود الكردان بتاع الونش اتقطم. عمود الكردان اتكسر. تمام. انا استعفيت، قلت له للمهندس ابعد كده انت وهو، رحت رافع محول الكهرباء بدراعي، حطيته على القاعده بتاعته، كتفي اتخلع يا عم عبد الناصر. رفعت المحول؟ روح يا شيخ. وصل كده يا سيد، وصل يلا. لو خلي بالك على المروحه بس لما اشتغل. وصل. عشان ما تعملش فيها كهربائي ثاني. ايوه. يا عبد ناصر، خبر ايه يا حاج دواي؟ ما شفتش ديب بيجري من هنا؟ ديب؟ ديب ايه؟ الديب اللي كان الخروف بتاعي امبارح مسكته النهارده وربطته في النخله، هو واثنين ديابه تاني معاه، وفكوا وجروا من هنا. ربطت الديابه في النخله؟ امال ايه؟ الديب رجع تاني. روح يا راجل يا كذاب. عايزين نروح وادي النطرون. عايزين تروحوا وادي النطرون؟ نفسنا بصراحة والله يا ابوي. والله هو بصراحة مكان جميل والناس اللي هناك زي العسل يا أخي. طب خلونا حتى السنة الجاية نكون ظبطنا لا السنة دي يابا. لكن يابا هو ليه سموه وادي النطرون؟ ليه سموه وادي النطرون؟ ياه دي حكاية كبيرة محتاجة قعدة كبيرة عاد نحكي فيها، دلوقتي الجو برد مش هعرف أحكيها. بعد الوقت يابا. كل حاجة يا سعيد بتحبها يعني في وقتها. معلش يابا. يعني عايزين تسمعوها؟ أيوه. بحب القصص انت عارف. صلوا على حضرة النبي. اللهم صل عليه. زمان كان في طفلين ولدين. تمام. وأبوهم. تمام. فهمني؟ كانوا عايشين طبعا فين؟ في مكان ما. وراحوا يا باشا الطفلين دول، ابوهم جاب لهم نطرون.
تمام. جيب لهم نطرون. ايوه. قال لهم ايه تلعبوا بالنطرون ده. طبعا العيال قعدوا يلعبوا مع بعض، قعدوا يلعبوا بالنطرون مع بعض. الواد الكبير خذ النطرون من الواد الصغير. الواد الصغير قاعد يبكي، قاعد يبكي 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 يبكي، هات النطرون مني، هات النطرون مني. راح الواد الصغير شكل ابوه. تمام. راح بيقول له ايه مالك يا بابا تبكي ليه؟ قال له اخوي الكبير خذ النطرون مني. راح ابوهم ايه قال له خذ اياه، هات النطرون اللي في ايدك ده. مسك النطرون اللي في ايده، مسك النطرون اللي في ايده، قال له ده اللي بتشاكلوا عليه، وادي النطرون اها، وادي النطرون. من هنا اصبح اسمه وادي النطرون، وادي النطرون. عشان كده سموه وادي النطرون. امال ايه؟ قصة جميلة والله. قصة جميلة. لها تكملة؟ ايوه. طول ما احنا حكينا عاد. راحوا العيال بعد ما ابوهم رمالهم النطرون قال لهم هذا النطرون، يروح العيال يفدوا من ورا ابوهم ويروحوا يشتروا نطرون جديد يلعبوا بيه. تمام. قعدوا يا باشا ايه يلعبوا بالنطرون الجديد اثنين مع بعض، وبرضه الواد الكبير خذ النطرون الجديد من اخوه الصغير وقعد يلعب بيه لحاله. تاني راح الواد الصغير قاعد ايه يصرخ الحقني يا بايا، الحقني يا بايا. قال له ايه يا واد مالك ايه فيه؟ قال له اخوي خد مني النطرون الجديد وعمال يلعب بيه لحاله. قال له انت جبته من وراي؟ طب وريني النطرون الجديد كذا كده. مسك النطرون الجديد لما جابوه، مسك النطرون الجديد قال لهم ايه وادي الجديد وادي الجديد. ومن هنا اصبح وادي الجديد اسمه وادي الجديد من وادي الجديد. كامل احترامنا لوادي الجديد ووادي النطروني كامل احترامنا. يلا يا سيد، ايه الاخبار؟ صوت الزرع لسه؟ لا لسه، عايزين يومين كده. ربنا يسهل. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. ايه يا سيد، ايه الحكاية؟ ايه ال10 تنفار اللي جيبهم لي ما حصلينش الفدان في اليوم؟ ليه كده يا راجل؟ ده لو شباب كنت بحصد الفدان في ساعة زمن. اشتغل كده في رمضان، قلت لك يا سيد ما تقعدش جنبه ده يا راجل. ايوه يا علي جايك. وعلى الرايل يا اولاد، انا تعبت فيك بصراحة.